السلام عليكم. بشكل سريع اللي حصل في مباراة اليوم مع أبها، تختار من المدرب واللاعبين. فريق ينافس على الهبوط حرام تتعثر معه تخسر نقطتين. ونبدأ بالمدرب كاسترو واللي تغييراته أحد أسباب تعثر النصر. كل التبديلات كانت غلط، خروج ماني والمباراة غير مضمونة، وماني في المباراة كان يساعد هجوميا ودفاعيا، ودخول غريب اللي كان ضايع في المباراة، ومن لحظة دخوله ما شفناه ساعد الفريق هجوميا ولا دفاعيا. وأيضا دخول فوفانا اللي ما منه أي استفادة في الملعب لا هجوميا ولا دفاعيا، كان أحد أسباب الهدف الثاني لأبها. وتيليس اللي ما شفنا منه شيء هجوميا وما سوى اي خطوره ولا عرضيات صحيحه، ومع ذلك مهمته الاولى الدفاع وفشل فيها. وتيليس مع ابها ما هو قادر يوقف خطوره لاعبين ابها، وطرف النصر كان شوارع. والله بعد ما شفت مستوى تيليس والله ليت النصر باقي على يكون الافضل له. وايضا كاسترو اخطا واخرج بروزوفيتش، مع انه بروزوفيتش كان الافضل في الملعب. واليوم شفنا لاجامي اسوأ لاعب واقل لاعب تقييم في المباراه، ولاجامي احد اسباب ضعف النصر دفاعيا، والنصر استقبل كثير من الاهداف بسببه. تعثر والتعادل في المباريات موجود، لكن ما تتعثر وتتعادل مع فريق ينافس على الهبوط. وأبها من أسوأ فرق الدوري هجوميا ودفاعيا، وأبها قبل مباراة النصر سجل فقط 5 أهداف في الدوري، واستطاع تسجيل هدفين في النصر بسبب استهتار اللاعبين وسوء الدفاع وحراسة المرمى. بعد مباراة اليوم تأكدت أن العقيدي حراسة النصر كبيرة عليه. ونواف في آخر 9 مباريات مع النصر فقط في مباراة وحيدة يتيمة خرج بكلين شيت، رقم ضعيف جدا خصوصا يتعلق بحارس يحرس مرمى النصر. وبعيد كلامي ثاني، فوفانا أسوأ صفقة للنصر، وأي لاعب محلي في النصر أفضل من فوفانا. لاعب ما عنده أدوار لا هجومية ولا دفاعية، وشفنا كاسترو ما يثق في اللاعب وما يعتمد عليه. وبرتب لكم أسباب تعثر النصر في المباراة، والسبب الأول كاسترو. وكاسترو في المباراة تعامل بشكل خاطئ، أخرج أفضل اللاعبين بتبديلات غريبة، وما هي المباراة الأولى سبق وكاسترو لم يتعامل بشكل صحيح في مباراة الطائي وفي أكثر من مباراة. والآن لابد من الجلوس مع المدرب، تغيير بعض قناعاته الفنية من أجل تصحيح الأخطاء والعودة من جديد والاستمرار على الطريق الصحيح. والسبب الثاني نواف، ونواف حارس مستهتر، وخروجه من المرمى غلط في أكثر من كرة، وهدف ثاني غبي داخل مرماه. ولكن في نفس المباراة نواف شال هدفين، والهدفين كانوا من جهة الفاشل تيلس. والسبب الثالث اختار اللاعبين سواء الدفاع أو الهجوم. ورونالدو في مباراة اليوم كان خارج الخدمة، وما هو شرط رونالدو يسجل كل مباراة، يجب يكون هناك في حلول من كل اللاعبين. لكن اليوم اللاعبين كان عندهم نوع من البرود والتكبر في الملعب. وايضا ما ننسى الدفاع اليوم كان كارثي، كل هجمة على مرمى النصر كانت خطيرة. لكن ما زال الطريق طويل في الدوري، ولكن كل نقطة مهمة. وايضا عندي تعليق سريع على تيفو النصر للاعب بروزوفيتش، ما كان له داعي، لان اللاعب حتى الان ما عنده منجز مع النصر حتى اسوي له تيفو في بداية المباراة، وممكن يتسبب في حساسية لباقي اللاعبين. وفي النهاية اول قرارات إدارة النصر لازم تكون تطيير تيليس وفوفانا في الشتوية، وتغيير بعض قناعات المدرب الفنية.